أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. سيلتقي مجلس إدارة الأبيض في مقر النادي عند الساعة 5 مساء اليوم الثلاثاء. وتأتي الزيارة لمناقشة مستجدات ملف أرض 6 أكتوبر إلى جانب موقف شركة الكرة وعدد من الملفات الأخرى. وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قررت اليوم الثلاثاء تأجيل الطعن رقم 5193 لسنة 80 قضائية، والمقام من رئيس نادي الزمالك ضد كل من وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، وذلك طعنا على القرار الصادر من رئيس الجهاز بسحب الأرض المخصصة للنادي. والمقررة لإقامة فرع جديد لنادي الزمالك عليها لجلسة 3 فبراير المقبل للإطلاع والرد الغيابات صفوف فريق الزمالك قبل مواجهته المرتقبة أمام سموح، والمقرر إقامتها يوم الخميس القادم في الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر. الغيابات تأتى في ظل أسباب متنوعة ما بين إصابات أو ارتباطات دولية أو قرارات فنية أو أسباب خاصة. ويفتقد الزمالك عددا من لاعبيه بسبب الإصابات، يأتي في مقدمتهم عبد الله السعيد وأحمد ربيع ونبيل عماد دونجا. كما يغيب محمود بن تأيك عن اللقاء لحصوله على إجازة خاصة بمناسبة زفافه. كما تم استبعاد كل من محمد السيد وأحمد حمدي لأسباب فنية. وعلى صعيد الارتباطات الدولية يغيب 5 لاعبين عن صفوف الزمالك لانضمامهم إلى صفوف المنتخب المصري الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وهم محمد صبحي، أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، ومحمد شحاتة. كما يغيب الثنائي الأجنبي سيف الدين الجزيري المنضم لمنتخب تونس، وشيكو بنزا المرتبط بمنتخب بلاده أنجولا. قرر أحمد عبد الرؤوف استمرار منح الفرصة للمهاجم عمرو ناصر والاعتماد عليه أساسي أمام سموح بكأس عاصمة مصر، وذلك للمستوى الجيد الذي ظهر به المهاجم بالفترة الماضية، وما قدمه من أداء لافت نال ثقة المدرب، مع الإبقاء على المهاجم ناصر منسي كبديل، على أن يحصل منسي على فرصة مشاركة أكبر بالمباراة مقارنة بالدقائق المحدودة التي شارك بها أمام حرس الحدود الأخيرة. ويضع المدرب حاليا أولوياته تجهيز الثلاثي الهجومي عمرو ومنسي والفلسطيني عد الدباغ بأفضل صورة ممكنة، تحضيرا لمواجهة بلدية المحلة المرتقبة. ويسعى المدرب للوصول بالثلاثي الهجومي لأعلى معدلات الجاهزية الفنية والبدنية، من خلال منحهم فرص مشاركة متدرجة بالمباريات القادمة، بما يضمن وجود أكثر من حل هجومي متاح أمام الجهاز الفني.